أنا هبة، عندي 32 سنة، متجوزة واحد اسمه شريف. كان من أطيب الناس، بس كان النوع من الصامت اللي يبيع عن حبه للعمل والفلوس ويطلب. إنما أنا كنت رومانسية زيادة، وأحب الكلام اللي بيتقال في الروايات. مع الوقت ومع ضغط العيال ومصاريف المدارس والبيت، بقى عامل زي الماكينة، مفيش روح، مفيش ضحك، مفيش وحشتيني. وأنا بصراحة مفتقد الحاجات دي كلها، لأن هو نسيني. أهم حاجة عنده البيت والشغل والمصاريف وعيال. وفي يوم كنت قاعدة حزينة على حالي وبقلب على فيسبوك، ودخلت على جروب طبخ، لقيت واحدة بتبوست عن مشكلة زوجية. فدخلت علقت بوجع وقلت كلهم كده، مفيش راجل بيقدر. كملت ب5 دقايق لقيت رسالة على الخاص من حساب باسم واحد اسمه ياسين، كاتبلي كلامك لمس قلبي، ازاي واحدة برقة كلامك ده؟ في الأول سلمت، بس الكلمة الحلوة كانت زي المية لزرعة عطشانة. بدأنا كلام يوم شهر شهر. ياسين كان بروفيسور، كان عارف متى يسكت وإمتى يقول انتي مالكة، وإمتى يبعتلي أغنية رومانسية ويقولي دي شبهك. بدأت أهرب من قعدة شريف علشان أدخل الأوضة وأكلم ياسين. كنت ببتسم للموبايل وشريف فاكرني بكلم أختي. الموضوع كبر، وبقيت أستنى شريف ينزل الشغل علشان أكلم ياسين مكالمات فيديو. كنت بلبس واتمكيج واتزوق ليه، مش لجوزي. كنت بحس بإثارة غريبة، الطعم على حوالي الأشياء. أراد مفضلة ياسين، بدأ يطلب يقابلني كتير، بس في الآخر استسلمت. أول يقابله كانت في عربية مركونة في حتة هادية. كنت برتعش، بس هو بلمسته وكلامه خلاني أنسى إن في رقبتي راجل محدد. التعريفات تتكرر، وبقيت أعلم بكذبات مركبة. ومن حب الياسين سبتله نفسي وخليته عمل كل حاجة هو كان يريدها. هو اتبسط وأنا كمان اتبسطت. الموضوع كان يتكرر كتير، لدرجة إن ياسين أخد شقة إيجار وبيجيبني كل يوم وبيعمل معايا حاجات كتيرة جدا ما كانش بيعملها شريف جوزي. الحاجات دي كلها أنا كنت محرومة منها، وبصراحة أنا من المتعة ما كنتش بحس بنفسي. كنت ممكن أقعد أكتر من 3 ساعات، نكرر العلاقة أكتر من 4 مرات أو 5 مرات، ما كناش بنشبع. المهم لما شريف كان بيكلمني كنت بكذب كذبات مركبة. أنا عند جارتي، أنا في السوق، أنا بشتري. وفي كل مرة كنت برجع القماش كنت بحس إن ريحة الخيانة فواحة، بس كنت بغسل وشي ومثل دور الزوجة المخلصة. وفي يوم الشيطان وزني وقابلته في مكتب هو مأجرها. كنت فاكرة إن دي قمة الحب، بس الحقيقة كانت قمة الرخص. وأنا هناك قلبي كان مقبوض، بس هو كان بيطمني. فجأة لقيت تليفوني بيرن، لقيت شريف بيرن. ما كنتش قادرة، رن مرة فرمة، خفت وقلت لياسين لازم أمشي، ونزلت بسرعة وركبت تاكسي وأنا بختلق قصة تأخر غيابي. لما وصلت البيت لقيت شريف قاعد والموبايل في إيده، وعيونه فيها نظرة عمري ما شفتها، نظرة التعريف. شريف كان فاتح اللابتوب بتاعي في البيت، والواتساب كان مفتوح، وشاف كل كلمة وكل صورة، كل تفصيلة. أنا اتسمرت مكاني، ما ينزمش أنكر لأن الرسايل كانت بتقول كل حاجة. شريف ما قالش ولا كلمة. شريف قام داخل الأوضة ولم هدومي في شنطة بلاستيك كبيرة ورمى الشنطة عند باب الشقة، وقال لي بصوته مبحوح لو قتلتك هبقى لوثت إيدي بدم واحدة ما تستاهلش. اطلعتي برا وعيالك مش هتشوفيهم تاني إلا في المحكمة. المهم في نص الليل رحت لياسين وعيطت وقلت له شريف عارف أنا ماليش غيرك. عارفة رد فعله كان إيه؟ بصلي ببرود وقال لي أنا مش حمل مشاكل وفضايح، انتي ست متجوزة ودلوقتي بقي مطلقة، وأنا أهلي ما يرضوش يخلوني أتجوز واحدة جوزها مطلقها. مع السلامة، امشي من هنا. وياسين قفل باب في وشي، ونزلت وقفت في الشارع لوحدي. خسرت جوزي وولادي وكرامتي، وحتى الوهم اللي باع تحتيه كل حاجة. أول واحد يبيعني. النهاردة أنا مريضة نفسياً، باخد مهدئات. كل ما بشوف صورة ولادي في الموبايل بموت في اليوم 1000 مرة. وفي النهاية حابة أعرفكوا الخيانة مش حل للإهمال، دي انتحار للسمعة والروح. اللي يكلمك في الضلمة هيحتقرك في النور، والبيت اللي يتهد بالخيانة عمره ما يتبني تاني. حافظي على سترك، الوجع ده ملوش علاج. وكده لنهاية القصة. أتمنى ما تنسوش تدعموني.